سي حميد لو سمحت هذا ليا سي حميد عبد خليه ياخذ صراحه. السلام عليكم الزميلات والزملاء الصحفيات. واخا اولا ابطل الميكرو تاخذ شويه. الزميلات والزملاء الصحفيات الصحفيين، اولا كنحييكم وكنشكركم على الحضور ديالكم للتغطيه ديال المحاكمه ديال احد الزملاء ديالكم اللي هو الماثل امامكم، وهذا ما بغريب على اخلاق الزملاء والزميلات الصحفيين. فحياكم الله واحدا، وعبركم التحيه موصوله للهيئات المحترمه الاعلاميه التي تمثلونها. الشكر أيضا لكل من جاء اليوم لمؤازرتنا كصحفي مستقل، هيئات الحقوقية، الهيئات، السادة الأساتذة، المحامون دائما. سمحوا لي لا اخرتهم راه غير من باب، ولدرجه علاقتي بالمحامي والمحامي راه كتشوفوا كي كما ربما فريده العلاقه، كندخلوا في بعض، وهذا كيدل الحب والاحترام. احترم المحاميات والمحامون المغاربه ما حييت، هذه عقلوا عليها، وافتخروا المغاربه بهذا الجسم، خاصة كاين بعض الإساءات لي. افتخروا بالمحاميات والمحاميون المغاربة ولا يضللكم أحد، ودائما كانوا سند لنا في جميع المحطات يعني القضائيه اللي تعرضنا. الشكر موصول للهيئات الحقوقيه كما قلت، المواطنين الفاعلين الجمعويين المغاربه اللي ما منتميش، النشطاء، كل شيء، وجوه كريمه. اليوم حضرت زملاء صحفيين عديد، على راسهم السي مراد برجه الزميل الصحفي، وعندهم زملاء اخرون يسمحوا لي الحقوقيين، السي ادريس السدراوي، السي احمد ويحمان، واسمحوا لي السي الحسن، الاستاذ الحسن يوسفي، الاستاذ محمد المدامي، الاستاذ محمد الزهاري، هذا الرجل الذي ان كتب لي ان رزقت بطفل ساسميه محمد. لا السي محمد الزهري لم زعما محترم الجميع، ما عمرو تخلى عليا في شي معركه، كنت في الحوسيمه، كنت في الدار، وربما هو يعقل تاريخ جلساتي اكثر مني، يعني لم ارى شي واحد ازرني. فلهذا هذا الرجل كنحييه بزاف، كما كنحيي العصبه المغربيه وكل الحقوقيات والحقوقيين. اليوم مثلنا في اول جلسه من الجلسات المحاكمه الاستئنافيه، اول مره حضرت مؤازرا بدفاعي. الله يعطيك الصحه باش ما يكون الصوت. دابا عندنا واحد المشكل ديال التسجيل ديال الفيديوهات في السعوديه، ولا في ديك ما خصنيش نسمع الصوت، نسجل كنسى. فحضر اليوم كانت اول جلسه، حضرت مؤازر بالدفاع ديالي. الحمد لله هذا جانب ايجابي. كاع في الدول بعدا يمكن يكون عندك فرصه لدرجه التقاضي في مستوى ثاني، فلا باس. اليوم احنا امام جوله ثانيه، وهيئه مركبه من 3 قضاة، السيد رئيس وقاضي، استاذه مستشاره واستاذ مستشار. فهذا بعد نحن امام جوله ثانيه، وملي كنقولوا الجوله الثانيه دائما نتحدث عن اعاده نشر الدعوه العموميه من جديد، يعني نبسط الدعوه ازيرو. الحكم الابتدائي كيبقى حكم، ولكن نتقدم بحال اللي عاد كنبداو من الاول، بحال اللي ما كاين والو كاع. فهذا امر ايجابي. امر ايجابي التقدم من المحكمه، هو حكم سابق لاوانه. علاش؟ ماشي باش ما يمكنش يقول لك هذا السيد يعني الرئيس، ولكن غير مجرد ان المطلب ديال احضار وزير العدل ما تحسبش فيه على المقعد، هذا بعدا هذه بشاره خير. ما حسمش فيه، غير لفيت ما حسمش فيه على المقعد، قال هذا كنعتبروا احنا الناس انصار المحاكمه العادله، من حقكم المغاربه تفتخروا. القضاء المغربي يجي يقول هذا الامر هو سيظل طي النقاش في مجريات ديال المناقشه، غنشوفوا. اذا هذا بالنسبه لنا مكسب. وزير العدل اليوم يمكن ان يستدعى، وهذا امر وحنا دافعنا في هذا الدفع، وأنا كنقولها في مناسبات اخرى ولازم نتشبث بها. انا من وجهه نظري الصحفيه لا يوجد ما يمنع استدعاء الوزير، وانا قلت واحد الفكره وباقي كنقولها برا، بعيدا عن المسطره والتقييدات ديالها. كونك تدبر الشأن العام، كونك عندك صفه عموميه، كونك تدبر الشأن العام، انت خصك تجي بلا ما يستدعيك القاضي، لان المحراب هذه العداله خاصنا نجيو لها بلا ما يستدعيني القاضي. انا شكيت لان شنو طيب عليك تعطي الناس، كتقول لهم انا بحالي بحال المغاربه. اذا كانوا المغاربه كيستدعوهم اخلاقيا خصو يجي، اخلاقيا. اذا ما يبقاش يقول شي واحد، لان سمعت بعض الطرف ديال الاخر مثلا انه ما غاديش يهضر. وكما سبق لي وقلت وجبت المحكمه النقد الفرنسيه، كاين اجتهاد في واقعه، ورغم ان القانون الفرنسي واضح لا يجبر القاضي الفرنسي باحضار المطالب بالحق المدني، ولكن محكمه النقد الفرنسيه، وغندليو هذا الشيء غندليو فيه في المحاكمه، محكمه النقد الفرنسيه
اصدرت قرار قالت ولو، قالت حضر وجابته وحضراته رغم انه ما يلزم في اذا التحجج ولا هذه الفكره ديال لا يوجد في القانون، لا، خاصه ان القاضي وفق الماده 110 من الدستور ملزم بالتطبيق العادل للقانون، والعادل اهم ركن فيه هو مساواه اطراف الخصومه، المراكز القانونيه خصها تكون مساويه، الا بغينا نحققوا العداله ما يمكنش جهات مختلفه، حتى في قواعد العشرين ضد الفقه ان القاضي كيجلس في مسافه واحده على الاطراف، تصوروا معي، فاحنا كذلك القضاء المغربي ما كاينش شي حاجه تغل يده، لان كاين بعض الروايات حق وزير، لا، انت لا تاتي من اجل وجه المهداوي او الانتصار لفلان، عندما تاتي تكريما للقضاء وتكريسا لمبدا المساواه المنصوص عليه في السادس من الدستور وانتصار القضاء المغربي واشاره طيبه للقضاء المغربي والمؤسسات والمكتسبات، اذا هذه ماشي معركه كسر العظام من المنتصر، لا، نحن امام محراب القضاء. انا دائما كنت البي نداء القضاء، الساد عيط لي الفرقه الوطنيه استجبت، عيطوا لي البوليس ضربات استجبت، كيعيط لي النيابه استجبت، حكموا عليا استجبت، غلقوا عليا استجبت، قرروا الكشف في عكاشه استجبت، اللي قررته الدوله دائما، وهذا هو المواطن، فالوزير خصو يكون قدوه. اذا النقاش كان علينا احنا نعفيو القضاء من هذه المساله، انا شكيتها، انا اتيت، الا حتى واحد ما فوق القانون، سبق القانون راه واضح كما قلت في السادس من الدستور. اضيف الى ذلك ان جلاله الملك سبق له قال المغاربه عندي سواسيه وهو كبير قضاة المملكه المغربيه. قالت لي واحد الكلمه غنقولها لكم، خصنا باش نكونوا واضحين في هذه النقطه، انا قلتها وباقي كنقولها، ان يذهب وزير العدل او اي وزير في مواجهه صحفي او مواطن مزيان، ولكن ما نوقفوش على هذا الشيء. نقول لك انا من الناس اللي كنتبع ملي كنصادف اليزامي ديال البي جي دي، عنده واحد الطريقه د الحكي انا بعدا شخصيا هو من بين السياسيين في المغرب، فيما كنشوف شي فيديو ديالو كنبغي نسمع له بغض النظر على، المهم مع طريقه الحكي ديالو كتعجبني. اليوم في الصباح وانا نشعلو طلع لي فحكى واحد القصه جميله تلخص قصتي مع الحكومه. نقول لكم شنو قال ونقول لكم كيف تلخص. تحدث على واحد الطائر سميتو بوقعقع، وجاب قصه جميله جدا. قال لك واحد السيد مشى يصيد هو شي واحد ما ضابطش الدارجه المغربيه مزيان، والاخر ضابط الدارجه مزيان، فصيدوا بوقعقع وصيدوا حجله. جات المحطه ديال يقسموا هذه الغنيمه، شكون يدي الحجله شكون يدي بوقعقع ما كيتنكرش، ولكن هذاك الاخر اللي ضابط الدارجه ذكي جدا. قال له دابا شوف، قال له انت دابا حنا صيدنا هذا البوقعقع، قال له انت غتاخذ بوقعقع وانا غادي ناخذ الحجله، ولا عرفتش دير، واما انا غناخذ الحجله وانت غتاخذ بوقعقع. اش قالوا الاخر؟ قال فيه مزيان. قال له شوف انا ما ناخذش بوقعقع، صافي جا من الاخر باش يبقاش لا باش يبقاش يلعب له، انا ما غناخذ بجميع الروايات، انا ما غناخذش بوقعقع. عاقبيه. علاش قلت هذه القصه ديال بوقعقع وانا نتفكر شنو هو بوقعقع؟ بوقعقع صدقوني يا خوتي المغاربه، وانا كنعرفش كنقول ماشي معني بوقعقع ان اللي في راس الجمل في راس الجماله، وانك ما غتضحكوش علينا. هو جابها في واحد السياق، هذاك الازامي كيهضر على الاخر، واش يقول له قول لنا تحليه البحر، قول لنا الصفقات، راه ما غتنسيناش، هي ديك بوقعقع تخشي لي بوقعقع مع الحجله، راه الحجله هي الحجله. انا كنقول في اطار هذه المحاكمه شنو القصه؟ هي الرسوم القضائيه والتسجيلات الصوتيه، الله يحفظك التسار اخويا، التسجيلات الصوتيه والرسوم القضائيه، هذه هو بوقعقع. شنو غيوقع نريد، وماشي من اجل حقيقه المغاربه، وذاك التسجيل الصوتي هذا هو بوقع، ثم بوقعقع بمعنى اخر ما ينسيني حتى واحد في البام وفي الاحرار، هذا هو بوقعقع. انا ما تضحكش عليا، انا قرار ديال متابعتي اتخذ داخل المكتب السياسي لحزب الاصاله والمعاصره، ما يتخزنوش اللور زعما راه عندي مشكل مع وزير، لا 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 لا، نحن في مواجهه حزبين سميتهم الاحرار والاصاله والمعاصره، وخصهم يتفضحوا قدام العالم بانهم ضد حريه الصحافه. لان علاش حيدوه؟ حيت عارف المحاكمه غطول وغيأديوني، بغاو البام يجي انتخابات، لا 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 ما تضحك عليا. والغريب ان وزير الشباب والرياضه وعفوا وزير الثقافه الوصي على قطاع الصحافه مؤلم، هو الشاب باقي صغير ويكون شاهد على هذه مذبحه صحافه، هذا شيء مؤلم. سجل يا تاريخ على بن سعيد، وسجل على فاطمه الزهراء المنصوري، وسبق لهم خرجوا بلاغ من بعد واشادوا بسياسه وهبي بما فيها متابعتي. فبوقعقع راه الحجله ما تذوقنيش، هذه باش كنقول لكم بوقعقع. فالبام حزب البام حيت عارف الانتخابات جايه ومبغاش تعطل وتخزن اللور، وحيدوا وهبي وخلى، لا انا دعاني حزب الاحرار المغاربه، عقلوا على هذه القضيه اللي كيتعاطف معايا.
كيتعاطف مع دعاني حزب الاحرار يريدون، وحزب البام حزب الاصاله والمعاصره، وكون بغى حزب الاصاله والمعاصره يحسب هذا النقاش كحزب راه باش دعاني باش هو ولا وزير راه ولا باسم حزب البام. اذا من وراء المحاكمه ديالي حيدوه. وكاين شي واحد كيسخب الامانه العامه، كنعرفوا السياسيين كيجمعوا بين الامانه العامه والوزاره ورئيس الجماعه، وما يكرهش يجمع حتى بين المدير الاقليمي والعميل والوالي، وما كرهش يكون يجمع مع الوزير ويكون هو المدير ما عرفت شنو هو ديال شي منظمه دوليه. هذا هما المغاربه. اذا هذه العمليه هذه هي بوكعكع. بوكعكع الاخرى حتى هي مهمه نقول لكم اخوتي المغاربه. اليوم الحكومه عاجزه، كاينه حصيله كارثيه. بوحمرون راه يجب ان يساءلوا المسؤولين على السياسه الصحيه في البلاد. بوحمرون كان كيسجل 5 4. لا خويا علاش ما تلقحوش الناس؟ وما تقولش لي ما تلقحوش حق الناس اطرهم الحقوقيين ولا جيب على الصحفيين ولا لا 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 لا. القح لي الناس. ما كنت انتم كتفاعلوا مع شي مؤثرين بصح كنتوا كتفاعلوا معنا، حتى هذه تفاعلتوا معنا. اذا هذه مسؤوليه ديال الحكومه السابقه، ونقولها السي سعد الدين العثماني واللي معاه في وزاره الصحه السي خالد اي طالب والمرفق العمومي راه استمراريه. اذا اليوم هذا الواقع ديال الرقم ديال بوحمرون راه بصح حشرهم في الزاويه وضع الصحه، وما كاينش تواصل حقيقي. اذا كيغطيو بهذه المحاكمات بحال هكا، ثم كيغطيو عاوتاني بالمحاكمات بحال هذا الشيء ديال تحليات البحر وهذه السياسه الحكوميه. راه والله ما عاد كيتاخذوا بحال هذه الوجوه. انا عا واحد ماشي بوحدي اللي ما نغطي، انا واحد وزيد قضيه اخرى وزيد قضيه وكيلهيو. فلا وجود لاساس قانوني وواقعي لهذه المتابعه. راه ماشي حيت انا المعني بها، كنهضر معكم المغاربه من قلبي. راه لا يعقل في المملكه المغربيه تدعي صحافي بناء على نوع السؤال واش خلصتي الضرائب واش ما خلصتيش الضرائب، خلصتي الضرائب ولا خلصتي عاديه. انا براسي كان عندي موقع بديل، كان عندي خطا في السينيسيس ونبهني ليه واحد السيد وخلصت واديت وخديت حتى عادي وقع لك اخطاء. كان عندنا مشكل بزاف الحوايج كاع فيما بان عندك عادي. اذا انت كوزير قلت لك هاد الضريبه ممكن تقول انا ما خلصتش وكذا ونتجاوزوا. لماذا الذهاب الى القضاء؟ خصكم تقصنا واش حنا مملكه مغربيه نمشيو للقضاء على صحافي؟ هضرت لك على حياتك الخاصه. اذا خصكم هنا تطرحوا سؤال على والشكايه الاولى والشكايه الثانيه والشكايه الثالثه امام انظار العالم. اذا وراء الكما ما وراءها. اذا هاد بوكعكع علاش كنقول لكم خصنا نفهموا ما يضحكش عليه. اذا حزب البام متورط، حزب الاحرار متورط، كاينه سياسه حكوميه فاشله اليوم اخطر ما كاين. وانا كنقولها لكم اخوتي المغاربه بمنتهى المسؤوليه. الشعب المغربي الحبيب مكرفص في الاسعار، وهذه هي الحقيقه اللي ما بغيتكمش المغاربه تفهموها. لا يعقل المواد الغذائيه وكل شيء المواد غلا من اسبانيا وفرنسا وامريكان. تكلفه العيش واش كيبغيكم المغاربه؟ اما المهداوي وسير عند الناس في الدواور تقول المهداوي شكون هو ما كنعرفوش، سير قول لهم حسن ما كنعرفوش. والمغربي باغي يشري كيلو البطاطا وياكل ولادو، هذا هو المطلب عنده. واش قادر يشري كيلو سردين؟ واش قادر يخلص طريقه الذكرى؟ حيت هما ما قدروش يوفروا هذا الشيء للمغاربه. كي غنديروا؟ خلط الاوراق، المحاكمات كتلعب دور ديال التخويف. من هو صحفي وكنحاكموا بقيت انا ولا جبدوني. كيخلقوا الخوف وتيخلقوا نقاش. ولاحظوا ملي جابوا هادشي ديال التشهير مؤخرا كيجيب لك التشهير والتشهير كيجي مع المحاكمه باش يدير لك حتى واحد الضمصه. زعما راه المحتوى بحال واحد كيمشي لاعراض الناس ماشي بحال واحد كيلاقي السياسه عموميه. ولكن تزامن الحكومه كتجيب لك شي واحد مشتهر باش انت كتبقى الصوره عندك فلو، كيجيب لك شي دوسي موثق وكيبغي يسوديك معاه. لهذا نحن عارفين شنو كاينه، حنا صحفيين نمارس دورنا المهني في اطارنا الدستوري، كنعرفوا حدودنا. وراه سولني الرئيس واحد السؤال قال لي واش عندك في الصحافه شي؟ لم يحدث. تبعت في اطار قانون الصحافه، وادينت ابتدائيا وفي السنه في مكناس خديت البراءه. يعني كنت كنتحرى في الجانب ديالي يعني المهني، وانا لا خليته هكا ما نسكتش. سي حميد الله يخليك. سي حميد سينا المره الاولى تبعتي بالقانون الجنائي والان كتبع بالقانون الصحافه. لا 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 راه وقع واحد بالنسبه للسيناف. لا هذه دابا انا كنتبع قانون جنائي دابا. الشكايات دابا شوف كاينه ثلاثه الشكايات. كاين ثلاثه الشكايات موجهه في الحكومه. هذه خصني نوضحها لان ربما وقع فيها غلط. ثم بين جلسه 11 اللي وي اول جلسه دار بيا هي هذه صافي. عقلوا على هذه الشكايه الاولى، هذه خديت فيها عام ونص الحبس و150 مليون. قانون جنائي، هذه في قانون جنائي مزيان. من بعد حالك عليا متابعه ثانيه، هو انني كانت الزميله هيس بريس نشرت واحد الخبر خداته من تصريح نسبته الوهبي، قالوا في البرلمان ديك ديال بعض الكلاب يجب تاديبهم صافي. وراه جا البرنامج جا واحد البرنامج
ما بغيتش نسمي ذاك البرنامج حيت لعل اليوم الصباح فتحت لقيتهم اليوتيوب جابوني مشاو شكاو بيا علاش استعملتي ذاك السميه ديال. وعلى اي ماشي هذا جزء من الحرب علينا عاوتاني. لقيتهم داعيني في يوتيوب وباغيين يحذفوا لي القناه. علاش جبتي وانا قناه كنجبدها كاينه دواعي اعلاميه كيتسمى الاستعمال العادل حتى في القانون لا. وعلى اي اذا الشكايه الثانيه ديال الكلاب هذه خدا فيها السيد وكيل الملك قانون الصحافه والنشر. كاينه الشكايه الثالثه قيده الجلسه ديالها الجلسه ديالها ديال 11 بكثره السماء بقى كيتعاشر معايا ويقول محاكم ولا صحفي اكثر مني. اذا الاخوات والاخوان الجلسه التاليه ديال نهار 11 هذيك هي قانون الصحافه والنشر. هذيك شنو هي اللي فيها التيك توك ديك ديال الكلاب جابوا شي مقطع مع شكون مولاه. دابا نقول لكم على حاجه وتاملوا فيها ولكم الحكم. هذه المحاكمه هذه فيها المفوضه القضائيه ديال وزير العدل مشات للقناه ديالي كتقول اسم القناه حميد المهداوي مثلا. الفوق هاش فيها هاكي دايره عينه هاكي دايره منخره هاكي دايره وصف دقيق. وجاو البوليس من وراه وعاوتاني داروا معاينه ديالهم. هذه القناه سمعوا هذه شحال واعره. هذه اسم الشكايات اللي غيجيو من بعد انتفى هذا الاجراء مابقاش كيدار. كيمشيو للتيك توك وملي كتقرا المحضر باش يتجنبوا ما كيديروش شكون مول الحساب. كيجيب لك غير واحد وجهه وتيقول لك هذا راه تيك توك وهضر ومجلس الكلام من السياق. الخطوره فين كاين؟ انت راه مشيتي عندي القناه وبان لك حميد المهداوي وكتعرفوا واش اعلامي ودير التعريف هذه قناه الصحفي حميد المهداوي فكان قانون جنائي. الطريقه شنو هي؟ هذه ديال تيك توك ما فيها لا حميد المهداوي لا ماذا والقانون الصحافه حلل وناقش. نفسه. اذا انا كنعتبر هذا ماشي من باب هذا سلوك يحسب للنيابه العامه في المتابعه واخا باقي فيها نقاش في الثاني ديال قانون الصحافه لانه هو القانون الاصلح والقانون الواجب تطبيقه هو قانون الصحافه على اعتبار انني صحفي وهذا نقاش استنزفناه وقلنا. الشكايه الثالثه هي اللي باقا قيد البحث. هذه فيها 21 ثانيه والخطوره شنو كاين؟ فيها هضره كاينه دابا كتناقش نفس الهضره. بغيتش ندخل في احتراما نفس الهضره فيها 20 ثانيه تجزات وحيدوا لي الخلفيه باش ما تبقاش ديك حيت فيها بديل. اش داروا؟ محاو بديل محاوها جابوا لي غير وجهي مع كامل الاسف هذا الشيء يسيء ماشي ليا وكيسيء. هذا هما الشكايات اللي عندي بثلاثه. شي سؤال اخر؟ سمعنا بان احد الصحفيين تنازل له السيد الوزير. من حقه اش غنقول له؟ ما كرهناش حنا يتنازل كل شيء. يتنازل كل شيء ولو انني انا هذا النقاش ما كنبغيش نخوض فيه لانه مساله ماشي ديالي شخصيه. حنا كنقولوا السيد الوزير ولا اي واحد ومرحبا في المواجهه امام القضاء غير المحاكمه تكون عادله. وتعال دعيتي تعال ماشي تقول للمغاربه وانا تبغيش لا ما قلت لك والو. تعال عاد المغاربه هذه الفكره كنبغي نقولها وبغيتكم تدخل لكم ماشي التواضع اخويا. القضاء قضاء المسجد اجا ماشي من اجلي انا. هذا قضاء ديال المغاربه ديالكم الشعب المغربي كتجي من اجل المغاربه من اجل المؤسسه الملكيه من اجل جلاله الملك وانتم توزير. لا يعقل ما تجيش باش حنا متميزين على جيراننا. خصنا نشدوا التميز. جيراننا ما يمشيوش عندهم حنا نمشيو. خصنا ديما نسجلوا القيطات. تصور لا جا دابا وزير العدل القضاء هنا شنو غيقولوا الصحافه؟ وزير العدل يستجيب للقضاء وانت ربحتي سياسيا كون كان شي ذكاء عنده في الحزب وغيربح كل شيء. حميد في المحاكمه ديال البرلماني ياسمين المغور المحكمه استدعت رئيس الحكومه بصفته امين العام ديال الحزب. اييه لا شوف غنقول لكم اخوتي المغاربه راه كاين اللي كيبعث راه القضاء المغربي بخلاف ما كيبغي يروج لبعض كنظلموا احيانا. انا ظلمت في القضاء المغربي في عده مناسبات دابا كنتمنى نتنصف ولكن كاين احكام قضائيه مشرفه كاين قضاة مشرفين كاين وكلاء عام والله ما يعقل على وزير ولا جوج. انت في يدك في من تحت انت وزهرك. حنا نتمنى نكونوا طحنا في الله يستر. القضاة المغاربه افتخروا بقضاءنا اخوتي. الهيئه تكلمت عن الامكانيه ديال الصلح بينكم وبين الطرف المشتكي. واش كاين شي تفاصيل؟ شوف الله عز وجل ماذا يقول؟ وان جنحوا للسلم فاجنح له. هذا مبدئيا صافي نتفقوا باش عاوتاني توصلوا خير باش عاوتاني التنطع. لا السيد الوزير ما عندي معاه ادنى مشكل. شي رغم كل ما لاقاني من اذى اقسم لكم بايات الرحمن يا لا اكن له اي مشاعر سلبيه. كاين شويه ديال ماشي الحقد ولا كنكرهو نو شي دابا نتلاقاو نعيط له ودابا نعيط له ما عندي ادنى مشكل. الا الامر بيني وبينه علاقه مهنيه. انا صحفي كنسولو راه ماشي كيما كيبغي هو شخص. هذه واحد. جوج انا اللي كنطلب غير يجي للمحكمه شو على طلب كيدير بسيط يوضح. راه يقدر يكون مظلوم في داك الشيء ماشي ظالمو انا لا. يقدر مثلا داك التسجيل الصوتي ديال من تحتيه تصور ماشي ديالو ولكن واش انا غنبرئ ولا القاضي الوحيد اللي يقدر يبرئ راسه هو حتى المحامي المطالب. دابا نعطيكم مع مثال دابا عندنا تسجيل من صوتي من تحتيه واش كلكم سامعينه ولا ماشي سامعينه؟ عطيوني شي صيغه نحسبوا في هذه الوثيقه من غير هو اعطيوها لي. واش ممكن يجي المحامي يقول لست انا وانت مصدق يوحى اليك انت راك طرف في الدعوه القاضي باش يتيقك؟ اذا خصنا نسمعوا الصوت الخبره. ما يمكنش هذه المحاكمه تحسم الى ما جاش هو امبوسيبل واخا تعيا الطير.
لان هذيك الوثيقه من تحتها وثيقه اساسيه في الملف. عن بوسيبل تقول المهداوي غيتنصف الا ما سمعناهاش واخا تعيا. لهذا حنا استبشرنا خير. هذه المحكمه المقارنه قالت غادي تناقش هذا الشيء، اذا غتحضر. انا شخصيا الا ما جاش هذه التسجيلات نقول لكم من هنا زعما لا يوصلنا، ولكن غنحس براسي قد اظلم، قد اظلم. ولهذا هذه النقطه مهمه. انا بغيت يجي تصور لك انا والله ترفقا به بغيت انا يتصالح معايا وتصالح مع المغاربه، ولكن كيفاش الصلح؟ تصور ديك الوثيقه وها هو الصوت ديالو. نديروا احتمال ثاني، ربما هو عنده تفسير له في سياق اخر ما قصدش، وربما، ولكن الخطوره هو يبقى هذيك الماده بعيده عن الفحص القضائي. واقعه ماديه وما كتناقش. هذه ماشي انا ما عيطويهاش المغاربه، يبقاو ديما من تحتها واخا تخرج. اذا خصنا نطويوها، من كيكون كلشي خاويه اجي عطيني هذا الصوت، ها في قلتها، ها احنا طوينا هذه جوج. دابا تصور الرسوم القضائيه ولا مثلا الضريبه. دابا اجي نقول لك واحد القضيه، دابا قلت لك انت هذا الكبوط هذا سرقتيه، واش عاد تبقى تقول لي كذا؟ بلاصه عاد تقول لي منين شريته وباش شريته، باش شريته سهل النقاش. والصوت تبقى تقول لي وباش عرفتي هذا كبوط، ويقدر يكون هذا سروال، وباش عرفتي هذا جيتو حنا ماشي حنا مغاربه. عاوتاني مثلا الناس كتفرج، هذه قضيه ما خصناش نقيسوا. اذا عاد تجي غتقول ها من شريت هاد الطنوبيله، خلص ما خلصش هذاك النقاش غدير له ها الصلح. الرسوم القضائيه احنا درنا دعوه وهذه وضحناها وباقي كنوضحها. يا المغاربه ملي كتدخل للمحكمه ودير مقاس، سولوا امراه باغيه مسكينه عندها 1000 درهم، عندها 500 درهم، والله ما خلصتي المصاريف لا شد منك كاتب بالضبط المقال صافي. واعطيوني شي حاله في الكون كاينه، لان الظاهر الرسوم القضائيه يلزم المحصل بالضروره ملي يحط لك مقال خذ الفلوس. شنو هي الحالات اللي ما كياخذش الرسوم القضائيه؟ اما كتكون المساعده القضائيه، شي واحد قتل شي واحد ومع المساعده القضائيه، او وقع خطا في الحساب والمحصل ملزم، وعلى الكل هذا هو الظاهر. ما عطيوني شي ماده ثالثه والله لا لقيتوها. شنو وقع في عهده؟ هو مشى حط واحد المليار باش ياخذ واحد القدر ديال 600 مليار، المشرع يعطيه 1% خصو يخلص مثلا 5 يوم، الوزير عطاه مليار و4 المليار ما تعطاتش، ماشي الوزير ضربها لجيبو. ها انتم هو اش كيديروا؟ كيحوروا لي كلامي، عقلوا على هذا الكلام هذا. رجعوا للفيديو، عمري ما قلت الوزير دا، عمري ما. اش كيقول لك انت؟ كتقول اش كيدير لك؟ هو كيمشي لك القانون، وحيث ان القانون يلزم. اما قلت لك لا القانون لا يقول عندي عنوان واحد عقلوا عليه، فلوس ما دخلش خزينه المملكه المغربيه، شكون خصو يأديها؟ واش هو ولا غيره؟ ماشي شغلي، جاوبني هنا. ولكن حيت ما كاينش يجاوب هنا، لا، ان المحامي هو الذي يجيبه. وحيث انا ماشي موضوعنا هذاك، انا واش ثبتوا معايا في الملف باش تعرفوا شنو وقع لنا، ومن كيخرج كيدير بعض الامور مع كامل الاحترام. اذا القصه 4 المليار ما دخلش خزينه الدوله، وهبي ما ضربهاش لجيبو، عقلوا عليها ما تعطاتش. كيقول هو تصالحنا، صحيح عامين والملف كيدوز. علاش كيتاجل؟ هذا فيه عندها مشكل. علاش كيتاجل عامين؟ انا كنتحمس نقول لك عامين. اش كيقول لك القانون؟ انت دخلتي انا وياك كتبتي مقال تصالح ولا ما تصالحش، خلص الرسوم. عقلتوا على هذه المعلومه؟ واخا كتصالح لا تسقط المصاريف القضائيه، لا تسقط. هو اش كيقول المغاربه تصالحنا؟ كيخشي بحال داك الصلح ديال الاخر. لا، هذه راي هذا ظاهر الرسوم. الا عقلتوا معايا لهذه راه غتعرفوا المهداوي مظلوم في هذا الملف. هذه هي قصتي معاه، لا اقل ولا اكثر. شكرا. ايوا اشكركم. صافي وانتم، وكنشكركم الزملاء بزاف، الله يحفظكم. لا نمشيو في الامور. تحيه كبيره. الله يحفظك، الله يخليك، الله يحفظك، يعز الله يحفظك. فين هي بعد؟ تلاحظوا متابعي جريدة الحقائق 24 مباشرة من أمام المحكمة مدينة الرباط. كما تلاحظوا جميع الحقوقيين يتضامنون مع الصحفي حميد المهداوي اللي كانت عنده اليوم المحاكمة من طرف السيد وزير العدل. كما تلاحظوا جميع الحقوقيين رفقة مؤازرين السي حميد المهداوي بقصر العدالة مدينة الرباط. نكتفي متابعي جريدة الحقائق 24 بهذا البث المباشر من مدينة الرباط.